طب في ناس كتير قوي ما يعرفوش ان الاكل هو سبب اوجاعهم، سواء وجع المفاصل او التعب المزمن، وان الاكل هو اللي بيزود الالتهابات دي. ادينا بريف كده، ايه نوعيه الاكل اللي ممكن تكون بتعلي الالتهابات؟ هو الاكل من ضمن الحاجات، بس هو مش الاكل لوحده. يعني في حاجات كتيره قوي غالبا بتبقى لايف ستايل على بعضه، وغالبا على فكره اللي بيعمل دي بيبقى بيعمل دي. يعني مثلا القعده طول النهار، احنا معظمنا دلوقتي بنشتغل قاعدين طول النهار. أيوة. دي من اكتر الحاجات اللي فيري انفلاماتوري، الحاجات اللي بتعلي جدا الالتهاب في الجسم. لو انا بس اتمشيت شويه صغيرين، 10 دقائق ربع ساعه حتى كل يوم، ده ممكن جدا يقلل الالتهاب في الجسم. كمان النوم برضو، لو انا ما بنامش كويس، لو ما بنامش بالليل، لو بنام نوم متقطع، لو بشرب كافيين بالليل، الحاجات دي كلها ممكن تزود الالتهاب في الجسم. الاكل بقى طبعا هو من اكتر الحاجات اللي ممكن تزود الالتهاب في الجسم. المفروض اصلا نركز اكتر ايه اللي بيزود لي الالتهاب وايه اللي بيقلل لي الالتهاب. يعني انا كتير قوي في ناس بتقول لي قولي لي اكل ايه عشان اقلل الالتهاب. بس هو الالتهاب لعبه اليمينيشن اكتر ما هو لعبه هاكل ايه. يعني هو الاول انا هشيل ايه مش نحط ايه. اكزاكتلي. لان انا لو قعدت ادخل في اكل، دخلت في افوكادو، دخلت في مش عارفه زيت زيتون، وانا قاعده بفتح في اكياس مش عارف ايه، ما عملتش اي حاجه، ما عملناش اي حاجه. صحيح، ما عملتش اي حاجه، ده كنسل ده. فانا ستيب 1 محتاجه افكر ايه الحاجات اللي محتاجه اشيلها. بعدين بعد ما اشيل بقى اصلا ده لوحده هيضيع 3/4 الاعراض، سبيشالي بتاعت المفاصل. ممكن تقولي لنا حاجه بسيطه قوي سريعه كده، ادينا نبذه عن حاجات ممكن نبتدي نشيلها مثلا؟ اول حاجه خالص، اول واحده خالص اللي هي هايلي انفلاماتوري، المقليات. المقليات، الحاجات الفرايد دي من اكتر الحاجات اللي بتزود جدا الالتهاب في الجسم. تاني حاجه بقى اي حاجه بروسيسد يعني حاجه كلنا ساعات بنحتاج ناكل حاجات في كيس. ممكن ناكل مينيمالي بروسيسد فود، مش هايلي بروسيسد فود، مش حاجات مصنعه جدا ومخففه جدا ومحطوطه في اكياس. يا سلام بقى لو حاجه مقليه ومحطوطه في كيس، تحفه. دي اسوأ حاجه، ودي اكتر حاجه انفلاماتوري. دي على فكره اصلا لوحدها اول ما بتتشال بتلاحظي على طول الفرق، حتى في السكين. طبعا ده في ناس من كام يوم بتقول وشي اتحسن، الحبوب هديت. بالظبط. صحيح.